السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم محمد كي إم فلوجز. كما نعرف أن اللغة العربية من أكبر وأعظم اللغات، لغة القرآن الكريم ولغة محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولغة أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة أنا وإياكم وجميع المسلمين. في عصر العباسي كان هناك خليفة اسمه أبو جعفر المنصوري، وكان ذكيا لدرجة أنه إذا سمع شيئا مرة واحدة حفظه، سمع قصيدة، آية، أي شيء حفظه. وله غلام كذلك إذا سمع شيء مرتين حفظه، وله جارية كذلك إذا سمعت شيء 3 مرات حفظته، يعني كمبيوتر وكارت ميموار. فقرر ذات يوم وجمع الشعراء فقال لهم: من يأتيني بقصيدة لم تكتب ولم تسمع من قبل أزينها له ذهبا. يعني كتب على رخام، كتب على جدار، كتب على ورق، كتب على شجر، كتب على حجر، أزينها له ذهبا، بشرط أن تكون ما لم تكتب ولم تسمع من قبل. فالشعراء ذهبوا ينظمون قصائدهم، فيأتي شاعر بشاعر يسرد عليه قصيدته. فيأتي الشاعر: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا شاعر فحل. فيقول الأمير المؤمن: هل تعرف الشرط؟ قال: نعم أعرف الشرط، ما كتبت عليه تزينه لي ذهبا. فقال: تفضل، هات ما لديك. فالشاعر يسرد عليه قصيدته، فيقول الأمير المؤمنين: هذه قصيدتك، فأنا أحفظها منذ زمن بعيد. فيسرد عليه. هنا الشاعر يتعجب: كيف ذلك؟ قال: لا، بل هناك غلام كذلك يحفظها من زمن. يا غلام تعال، هل تعرف قصيدة فلان؟ ما أعرف قصيدة فلان. فيسرد عليه، وهنا الشاعر بدأ يرتبك. فيقول له الأمير: لا، بل هناك جارية كذلك تحفظه. يا جارية تعال، هل تعرفين قصيدة فلان؟ نعم أعرف قصيدة فلان. فتسردها عليه. هنا الشاعر يصاب بالإحباط التام، ووقعوا نفس الشعراء نفس الفخ ونفس المشكل، وذهبوا يتباكون ويشتكون. ومر عليهم أصمعي فقال: ماذا هناك يا قوم؟ فقال: ألا ترى ما نحن فيه؟ ذهبنا ننظم قصائدنا فإذا بنا نجد 3 قبلنا يحفظونها. قال: وأين ذلك؟ قال: في قصر أمير المؤمنين أبو جعفر المنصوري. قال: هناك مكر وحيلة، أنا سأتولى هذا الأمر. فالأصمعي ذهب نظم قصيدته. والأصمعي هذا معروف في العراق آنذاك، شاعر كبير جدا، وأتى نظم قصيدته وأتى إلى أمير المؤمنين. القصيدة يعني قصيدة جميلة جدا وصعبة جدا في الحفظ. وأتى إليه متنكرا ولبس قديم وحافي مع ناقته: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، أنا شاعر نظمت قصيدة. قال: هل تعرف الشرط؟ قال: نعم أعرف الشرط، ما كتبته تزينه لي ذهبا. قال: تفضل، هات ما لديك. الشاعر هنا اسمه يقول: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر اللحظ المقل. فهنا البيتين بالنسبة لأمير الخليفة سهل جدا: الماء والزهر معا مع زهر اللحظ المقل، وأنت يا سيدي وسيدي وموللي، فكم تيمني عزين العقيقل، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل. فقال: لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي. فالخليفة هنا أراد أن يحسب كم من لاءات فوجد أكثر من 3. فقال: لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فهو الولد وهو الولد ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤلي. قالت له حين كاد انهض وجد بالمقال، وفتية سقونني قهيوة كالعسلال، شممتها بأنف أزكى من القرنفل، في وسط بستان الحلي بالزور والسرور، والعود دندندنني والطبل طبطبلي طبطبي 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 طبطبلي، والسقف سقسق لي والرقص قد طاب إلي، شوى وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القمل يصيح ملني في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزل يمشي على 3 كمشية العرنجل، والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقلل، والكل كعكعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى مالك معظم مبجل، يأمرني بخلعة كالدمدمل، يجر فيها ماشيا مبغضدا للديلل، أنا الأديب الألمع من حي أرض الموصل، نظمت قطعة زخرفت يعجز عن الأذبل، أقول في مطلع صوت صفير البلبل. قال له أصمعي: وهل سمعت
بهذه القصيدة من قبيل. الخليفة هنا تعطلت ذاكرته ولم يتذكر إلا طب 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 والسقف سقسق. فقال هات ما كتبت عليه. قال كتبت على رخام وردته من أبي على الناقة ولا يحملون إلا أربعة، لا يحملونه إلا أربعة من جنودك. هنا الخليفة خاف ورأى بأن الخزينة بيت مال المسلمين ستنتهي، فقال له الشاعر الأصمعي وهو يعرف حيلته ومكره: أنا أتنازل عن هذا الشرط، لكن بشرط أن تعطي حقوق الشعراء. فقال لك ذلك. وإلى هنا أعزائي الكرام المشاهدين، أتمنى أن تكونوا ضحكتم معنا قليلا في هذا الفيديو في هذه القصيدة الجميلة جدا. ولا تنسوا الإعجابات تلعب دورا كبيرا في اليوتيوب، متى كانت الإعجابات كثيرة في الفيديو يظهر للآخرين في اليوتيوب. وشكرا لكم على المشاهدة والمتابعة، وأتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله. وإلى هنا ننتهي من هذا الفيديو، وإن شاء الله نلتقي في فكرة أخرى جديدة وفي موضوع جديد وفي معلومة جديدة إن شاء الله. وأنا أعدكم أنه سنأتي كل ما هو مفيد وكل ما هو جميل وكل ما هو مريح إليكم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى